السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي وسهله جدا ومكونات بسيطه قوي موجوده في كل بيت، مش تحتاجي تشتري حاجه من بره. تقريبا يعني كل المكونات عندك في البيت وسهله قوي وهتلاقيها موجوده عندك. اهم حاجه قبل ما نبتدي كده ما تنسونيش تشجعوني باللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اي حاجه جديده انا بنزلها. ويا ريت تكتبوا لي كومنت قمر زيكم كده. ويلا بينا نبتدي بقى. بصوا يا جماعه، احنا كده مش هنحتاج اصلا في الوصفه دي غير بتاع تقريبا 3 4 مكونات فقط، والاربع مكونات دول موجودين في كل بيت ومفيش حد ما عندوش المكونات اللي هقول عليها. وفي نفس الوقت كمان الوصفه دي مش هتوسخ لنا مواعين كتير ولا هتوسخ لنا اي حاجه. هي يا دوبك البوله اللي محطوطه قدامنا ديت والمضرب اللي قدامكم دوت، او اي حاجه براحتكم. اول مكون معانا في الوصفه بقى عشان ما اطولش عليكم، هو هنجيب كوبايتين سكر. ده كده اول كوبايه سكر. هيبقى اهم حاجه بس يبقى الكوبايه اللي بنعبر بيها، او الكوبايه اللي بنقيس بيها الحاجه نكون هي كوبايه او نفس المقاس، يعني قصدي علشان ما نعملش مقاسات مختلفه، ما تجيش كوبايه صغيره وتقيسي بكوبايه كبيره حاجه وكوبايه صغيره حاجه، لا. كوبايتين كوبايتين سكر نفس المقاس، وكوبايه ونص معلقه ميه برضو نفس مقاس الكوبايه يا جماعه، انا زي ما قلنا. يبقى كده كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. وهناخد بقى المكونين دولت كده وهنقلبهم لحد ما كل السكر يسيح. اهم حاجة ان السكر يا جماعة يسيح خالص علشان ما يبقاش لما تستوي فيها الكتلات. ده كده انا حطيت هنا ربع معلقة ملح كده، هي عشان البركة يعني كده في الاكل كده لازم تحطي ايه، من نص معلقة ملح او ربع معلقة ملح كده على اي حاجة هتعملها بدقيق يعني. ده حاجة كده معروفة الناس كلها عارفاها كده، يعني في ناس كتير عاداتها ان هي بتعمل الحركة دي. بس بقى فاحنا هو زي ما قلنا هناخدها ونقلب فيها، نقلب بقى لحد ما كل السكر دوت يدوب خالص. بصوا يا جماعة بقى كده احنا هنقلب، هناخد تقريبا يعني 5 دقايق كده تقليب لحد ما كل المكونات تبقى جوه بعضها او السكر يسيح خالص. بصوا بقى كده السكر ساح وبقت جميلة ازاي، بقت مفيش اي حاجة كأنها كلها ايه حاجة واحدة. بعد كده المكون اللي معانا رقم 3 وهو الزيت. طبعا اهوت مش هنحتاج فيها زيت سمنة او حاجة، او زيت بس هناخد 5 معالق زيت مش اكتر من كده. ال5 معالق زيت دولت هيقومونا بالغرض وزيادة، يعني هيقومونا بالغرض وزيادة قوي كمان. كده بقى جبنا كوباية الدقيق. هنقلب، هما المفروض كوبايتين دقيق يا جماعة. كده اول كوباية هننزل بقى واحدة واحدة كده وهننزلها جوه المصفى ديت كده، او شبه كده اللي هي يعني حاجة كأنها بتنقي الدقيق كده. دوت احنا بنعملها كده جوه البولة علشان تطلع الكيكة هشة. لما الكيكة تكون هشة طبعا بتبقى حلوة، فاحنا عشان نخليها تبقى هشة هنعمل ايه، هننخل الدقيق كده جوه البولة اللي هنعمل فيها. بصوا هما كوبايتين ايه دقيق نفس المقاس نفس الكوباية اللي بنعاير بيها كل حاجة يا جماعة، هي الكوباية اللي بنعاير بيها نفس المقاس يعني قصدي. يلا يا جماعة اللي ما اشتركش بقى يا ريت يشجعني ويشترك لي ويعمل لي لايك، يضغط على زر الجرس كده ويعمل لي سبسكرايب اللي هو اشتراك دوت، هتلاقوه تحت الفيديو كده لونه احمر. وتكتبوا لي كومنت امر زيكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي رايكم ايه في الفيديو يعني. ويا ريت برضو يعني اللي بيتفرج يا ريت يعمل لايك زي ما قلت لكم علشان تشجعوني وتكبروا القناه بتاعتي، عشان نوصل لاكبر عدد من الكومنتات واللايكات، علشان ان شاء الله باذن الله اعمل لكم مفاجاه حلوه قوي 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 لما نكمل الشروط بتاعه اليوتيوب بتاعتنا اللي هو ال1000 مشترك وال4000 ساعه مشاهده. انا ان شاء الله باذن الله لما اكملهم هعمل مفاجاه حلوه قوي 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 لكل المتابعين بتوعي. نرجع لكلامنا بقى. بصوا يا جماعه
كده الكاكاو خام. انا كده جايبه اهو. تجيبي الكاكاو الخام هتحطي منها 3 أو 4 معالق على حسب الرغبه. انت بتحبها تقيله كده والشوكولاته فيها كتير هتحطي 4 معالق. بتحبها الشوكولاته مش كتير قوي بتحطي 3 معالق برضو. بس واحده كده، انا كنت بحبها في شوكولاته كتير فحطيت 4 معالق يعني. بس كده اهو يا جماعه، حطينا المكونات على بعضها. وبعد كده هنقلب بقى تقليبه كده محترمه يعني. هنقلب كويس جدا جدا جدا. بص، شايفين التكتلات اللي انا بشاور لكم عليها دي؟ انا بقى فايده المصفى اللي انا بعمل فيها دي، ان انا التكتلات دي كلها هتطلع، ومش هنخلي حاجه فيها متكتله. وتطلع بقى ايه بقى؟ الكيكه تطلع هشه كده وطريه قوي كده، وتلاقيها جميله قوي. فعلا يا جماعه احنا عملناها، طلعت جميله. كل اخواتي كانوا منها وحبوها قوي قوي قوي. انا كنت عامله لهم مفاجاه اصلا في اخر يوم امتحانات. خلصت امتحاناتي على طول وقلت اعملها لهم بقى وكده. فهم حبوها قوي وقالوا لي طعمها جميل، وقالوا لي يا ريتك كنت عملتي كميه اكبر. انا قلت لهم والله دي تجربه بس كده لحد ما نشوف رايكم ايه. وهي فعلا عجبتهم قوي 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 يعني. اهو كيس البيكنج باودر ده بقى هنفتحه كله كده، نحط الكيس بحاله. هي كميه صغيره يا جماعه، شبه ما انتوا شايفين انهم كوبايتين دي بس اللي عملناهم. فهنحتاج عليهم كيس بيكنج باودر. لو انتي هتعملي اكتر هتضاعفي الكميه، فانتي تضاعفي كيس البيكنج باودر معاكي. ما تنسيش دي على فكره حاجه مهمه قوي، ان هو كيس البيكنج باودر يتضاعف. كده يا جماعة هنعيد المكونات من اول تاني. احنا في الاول خالص حطينا كوبايتين مية وعليهم في الاول خالص حطينا كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية. وبعد كده على كوباية ونص مية دول حطينا ربع معلقة ملح. وحطينا معلقة ومعلقة كبيرة كده كانت خل. الخل ده طبعا بديل البيض، علشان ما تحطيش بيض وما تدخليش اي زفارة في البتاع ده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البيض الايام دي غالي خالص، فاحنا مش عايزين ايه، عايزين اقل تكاليف طبعا واقل حاجه. فاحنا هناخد البيض، هنحط بدل البيض الخل، هنحط معلقه كبيره من الخل. بعد ما نحط معلقه كبيره من الخل هنضرب كل المكونات مع بعضها ونقلبها كويس جدا لحد ما كل المكونات تسيح، لكل السكر يسيح خالص فيها. وبعد كده هنحط 5 معالق زيت، 5 معالق كبار زيت. وبعد كده هنحط بقى الدقيق نقلبه بقى والبيكنج باودر والكاكاو. لو انت عايزاه كاكاو، لو انت مش عايزاه بكاكاو هتعمليها من غير كاكاو، تبقى ايه، تبقى ساده. بس وكده هو هنقلب كل المكونات ديت، هنقلبها جوه الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. دي صينيه تيفال انا عملت فيها. انتي شوفي رايك ايه، شوفي قصدي عندك ايه واعملي فيه. بس انا عملتها في الصينيه ديت وطلعت بجد تحفه، وطلعت جميله جدا. انت عندك اي صينيه حطيها، مش شرط، مش هقول لكم مقاس معين. مش هقول لكم مقاس صينيه معين، في مثلا 4 في 2 و4 في 6 والكلام ده كله. لا يا جماعه براحتكم، اي صينيه عندك هتنفع ان شاء الله وتحطيها فيها. وبعد كده تدخليها في الفرن بقى كده. بصوا انا كده لسه مدخلتهاش الفرن، كده بوريكم قبل ما ادخلها وهوريكم برضو بعد ما دخلتها. كده هي دلوقتي في الفرن بقى سايباها تتعمل. فقلت ايه، قلت اعمل الكريم شانتيه دوت، عشان انا كنت محتاجه اعمل كريم شانتيه عشان احنا بنحبوها كده كده يعني. فانتوا على براحتكم، عايزين تعملوه مش عايزين براحتكم برضو. الكريم الشانتيه بيتعمل ازاي؟ تجيبوا كميه معينه، دول كانوا ب10 جنيه كريم شانتيه. هتجيبيه وتحطيه في طبق كده عندك او اي حاجه صغيره. وهتجيبي ميه ساقعه خالص، ساقعه خالص يا جماعه، اهم حاجه ساقعه خالص. وهتقلبي كميه صغيره واحده واحده بقى. بصي، تنزلي بالكميات واحده واحده كده، حبة مية وتقلبي، حبة مية وتقلبي. وفي نص التقليب كده هتجيبي مكونات السكر بتاعتك. شوفي انت بقى محتاجة السكر قد ايه. بصوا كده هوت انا بنزل واحدة واحدة مية وبقلب، بنزل واحدة واحدة مية وبقلب علشان
ما تقلبيش ميه على طول وتلاقيها باظت منك، عشان قبل كده انا كنت جايبه برضو كريم شانتيه وقلت اعمله، قلبت كميه كبيره من الميه على كميه البودره بتاعه الكريم نفسه، فطلعت خفيفه قوي ما عملش معايا كريم. فانا حبيت انبهكم ان الميه لازم تكون ساقعه عشان يعمل معاكي كريم، وتحطي حبه حبه كده اهو. السكر انا واخده كميه معينه اهو. السكر بقى كده هنقلب، وبعد كده نحط ميه بقى عشان يسيب معانا ويعمل كميه حلوه. بصوا بقى، زودت ميه كده وسكر وقعدت اقلب بقى تقليب جامد. كل ما تقلبي كل ما هو يكتر ويعمل كريمه ويبقى جميل. كل ما تقلبي كل ما يكتر، كل ما تقلبي كل ما يكتر كده بقى، فاهمه؟ فانتي لو انت عندك كمان مضرب الكهربائي يا سلام عليكي، يبقى احلى حاجه. لكن انا حبيت اعمل التجربه دي من غير اي حاجه، من غير اي حاجه صعبه عشان اي حد يقدر يعملها. والمضرب الكهربائي كمان اللي عندي بايظ، فخلاص بقى مش مشكله. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الكريم بقى جميل ازاي. هوريلكوا برضو في الاخر هيبقى اتعمل بقى، هقعد اقلب فيه بره الكاميرا وهيبقى جميل قوي. هرجع اوريهولكوا، هرجع اوريهولكوا. بصوا بقى الجمال ده كده طلعتها من الفرن، انا قطعتها اهو. بصوا بالكميات ديت علشان تبقى حلوة. احنا بنقطعها يعني عندنا عشان كل واحد بياخد كمية. بعد كده هو جينا بقى خدنا منها غرفنا. بصوا كريم شانتيه، بصوا الجمال بقى يا جماعة. بصوا انا قلبته كده وخليته جميل ازاي. كل ما تقلبي فيه اكتر كل ما يبقى احلى كده ويبقى جميل. بصوا ده كده هناخد نغرف بقى، هنغرف كمية اللي احنا محتاجينها. بصوا انا هوريكم انا هعمل ايه. يعني ممكن شبه ما انتوا عايزين تعملوا طبقتين، تحطوا طبقة كريم شانتيه وطبقة كيكة زي ما انا هعمل كده. براحتكم اعملوا كده. عايزين تحطوا الكريم فوق على الوش، الكريمة تحطوها على الوش حطوها. عايزين تحطوا تقطعوا يعني، تجيبوا حتة كريمة وحتة كيكة وتقلبوهم في بعض كده وتعجنوهم في بعض. اعملوا اللي انتوا عايزينه. كل واحد يعني دي حسب الرغبة، وكل واحد حسب رغبته هياكلها ازاي. انا مش بحكم على حد ياكلها في أي حاجة. اللي عايز ياكلها بأي حاجة ياكلها وبس. يعني الدنيا كده. بصوا شفتوا بقى انتوا الطريقة سهلة ازاي ومكونات بسيطة. هما تقريبا 5 مكونات تقريبا او 4 بس اللي استخدمناهم في كل الوصفة وفي كل الجمال دوت. بس كده يا جماعة احنا خلصنا. اهو يا جماعة احنا كده خلصنا وصفتنا. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة جديدة انا بنزلها. واكتبوا لي كومنت قمر زيكم كده، وقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة الجميلة دي. ولو محتاجين حاجة تانية قولوا لي عليها، وانا ان شاء الله بإذن الله ربنا يقدرني واعملها لكم. ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع اصدقائكم واصحابكم يعني واخواتكم وعيلتكم وكده وبس. وكده انا خلصت معاكم، وهسيبكم بقى تتفرجوا على الجمال.